السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في تحديات المطبخ مع آية. كل فرخة من دي هعمل لها تتبيلة مختلفة عن التانية، بس أنا حسيت إن الفيديو هيبقى طويل، فبصراحة خليت الفيديو ده لفرخة واحدة، والمرة الجاية هنزل التتبيلة التانية للفرخة التانية بإذن الله. هقطع الفرخة كل ربع لوحده زي ما انتوا شايفين. الأول الفرخة دي أنا غسلتها بمية وملح ونقعاها في ليمون. هنعمل ايه بالفرخة؟ هنعمل بيها تتبيلة مميزة جدا. تقدري تستخدميها في اكتر من طريقة وهقولك دلوقتي. انا النهاردة استخدمتها في صينية البطاطس، ان دي الطريقة المعتمدة بتاعتي. انا بحب جدا اعمل صينية البطاطس بالطريقة دي، وبتطلع طعمها مميز جدا. وطعمها يعني جميل جدا، وجربي ومش هتندمي. كده رحت شطفت الفرخة بتاعتي تاني بعد ما قطعتها. هنا تمام. هبتدي هنا بقى امسك جزء جزء فيها اخرمها كويس. كل اللي هعمله بس ان انا بطرف السكينة هخرمها، لان ده هيساعد معايا جدا في التسوية. حتى لو انتي متبلة الفرخة دي قبلها، يعني قبل ما تعملي الوصفة بساعتين مثلا، انا يعني اضمن لك ان انتي ان شاء الله هتلاقيها مستوية بالتتبيلة دي. بس انا دايما بحب اتبل الفراخ قبلها بكذا ساعة. انا هنا بقى كنت متبلاها من بالليل، لان انا كنت مجهزة وعارفة هعمل ايه. هنا المقادير: حطيت 3 معالق صلصة كبار. التوابل بقى: حطيت معلقة ونص ملح من معلقة الشاي، حطيت معلقة كبيرة توم باودر، معلقة كبيرة بصل باودر من معلقة الاكل، ونص معلقة قرفة، ونص جنزبيل، ونص 7 بهارات، ومعلقة صغيرة بابريكا. تمام. وهنا حطيت دبس رمان معلقة، وصويا صوص برضو معلقة، وعصرت الليمونة. وحطيت الكوبايات دي حاطة ربع زيت وربع خل وربع مية. تمام. بس كده التتبيله تمام، وزي ما انتوا شفتوا كده القوام. هنا بقى بنبتدي ان انا ايه اخرم الصدور. هنا الفرخه دي معديه ال2 كيلو، حوالي 2 كيلو و300 جرام، لان هي قبل الذبح كانت 2 كيلو و600، او يمكن اكتر كمان 100 جرام. فهنا الفرخه دي الصدر بتاعها زي ما انتوا شايفين كبير، فانا بخرمها. وبرضو الورك بتاعها كبير فبخرمه. تمام. فهنخرم هنا الفرخة كلها بس عشان نضمن ان التتبيلة هتخش جوه كل جزء فيها. وهنا انا بحب افصل الرجل زي ما انتوا شايفين كده، اللي هو المفصل. بحب اعمل الحركة دي، بتفرق جدا. ما بتخليش فيه لو انتي بتشوي فرخة او حتى في كل تتبيلات الفراخ، ما تخليش فيه دم او اي حاجة، او تحسي ان البخار والسوى داخل لكل جزء في الفرخة. فبعمل كده وبخرم الصدر زي ما انتم شايفين. الصدر كبير زي ما قلت لكم اهو، مخرماه من كل حته. بس هبتدي بقى انزلها في التتبيله. هنا هدلك الفرخه كويس جدا. تمام. مش هتاخد معايا وقت. الطريقه دي يعني افضلها، واحب ان انا يعني لو انتي عروسه جديده او بنوته لسه داخله المطبخ ونفسك تاكلي فراخ بطريقه مميزه عن انك تسلقي الفراخ، فجربيها. وزي ما بقول لكم ساعات ما بتاخدش معايا وقت، يعني ساعات بتبلها بنفس التتبيله دي واطبخها في نفس الوقت. كتير عملت كده. ما احطهاش في التلاجة ولا حاجه. بس طالما خرمتها وطالما ان انا تبلتها كده، بتدخل بتستوي، ما بتاخدش معايا اي وقت خالص. تمام كده. هنا بقى هقطع بصلتين قطع كده صغيرة علشان صينية البطاطس. انا بحب قوي ادعك البصل. هنا التوابل عندي بس شعرة كمون وشعرة كزبرة وفلفل اسود ومعلقة ونص ملح، وحطيت معاهم نص معلقة سمنة بلدي. انا بحب ادعك البصل بالتوابل كده، بتفرق قوي في الطعم. فهدعك البصلة شوية كده محترمة، وبعد كده هنزل عليها بالبطاطس وادلكهم كلهم كده مع بعض. بجد جربي الطريقة دي في عمل البطاطس. بلاش نعمل البطاطس ونحط عليها، يعني نبقى ضاربين الطماطم، تبقى طماطم مثلا مش متسبكة فنحطها على البطاطس. على فكرة يعني دي بتغير طعم الصينية. فيعني احلى حاجة في البطاطس ان احنا يبقى الصلصة بتاعتها متسبكة. بتفرق قوي في طعم الصينية، لان انا جربت البطاطس باكتر من طريقة،
وما بحبش احط عليها طماطم معصورة. هنا برص الفراخ فوق البطاطس زي ما انتوا شايفين. هندخلها فرن على درجة حرارة 180، هقفلها بالفويل. بعد كده دي وهي في الفرن، انا هنا في المرحلة دي بس كل اللي انا عملته ان انا حطيت نص كوباية مية ودوبتهم في معلقة صلصة علشان اخد لون اكتر. فانتي ممكن من الاول تزودي معلقة صلصة زيادة عشان ما تحتاجيش تحطي تاني. وهي طلعت كده استوت تمام بالشكل ده. انا ما احتاجتش ان اشغل عليها الشوايه خالص. انا كل اللي عملته اني رفعت الفويل في الاخر خالص، فالحراره اللي في الفرن عملت لي الوش اللي انتوا شايفينه ده. وكانت طعمها تحفه جدا، وكانت جوسي جدا ومستويه. الفراخ مش ناشفه خالص زي ما انتوا شايفين، يعني مش محروقه من او يعني حكايه الشوايه لا. انتي مجرد ما تشيلي الفويل او اي غطا مغطياه بيها، هي هتاخد لون لوحدها من الصوص اللي عليها، ومش هتنشف منك خالص. هنا البطاطس دايبه جدا، وده الصوص زي ما قلت لكم. انا كل اللي احتاجته في الصينيه دي اني زودته زي ما قلت لكم نص كوبايه ميه. انا دخلت الصينيه زي ما انتوا شفتوها بالظبط، قفلتها ودخلتها من غير ولا نقطه ميه. دخلتها الفرن على الشبكه. يعني الشبكه الاولانيه يعني مش عالصاجه على طول، لا، اول درجه في الفرن. زي ما انتوا شايفين الورك يعني مهري جدا تمام. اللحم بتاعه طري جدا. التتبيلة دي مميزة جدا يعني. لما هتجربوها هتعرفوا ان هي طعمها مميز فعلا. هنا برضو التتبيلة دي تقدري تحطيها، تتبيلة الفرخة دي تقدري تحطيها في صينية وتدخليها الفرن من غير بطاطس ولا اي حاجة، وتقفلي عليها فويل برضو وتكشفي الفويل في اخر 10 دقايق وتقدميها جنب رز بسمتي او مكرونة. اتمنى تكون عجبتكم طريقتي وما كنش طولت عليكم الفيديو. زي ما انتوا شايفين عملت زوم اهو على الكاميرا. بصوا الصدر يعني دايب، الصدر دايب، يعني نسايل الصدر كانت دايبه خالص. وزي ما قلت لكم كانت جوسي جدا. اتمنى تجربوها وتكتبوا لي تعليقاتكم. وكل سنه وانتم طيبين. هنا البطاطس دايبه جدا. انا بس كل اللي عملته ان انا نقلت الفراخ في طبق لوحده عشان بحب ادي البطاطس وش تحت الشوايه. وقدمت معاها رز بالشعريه. هسيب لكم مقادير وتفاصيل الوصفه في وصف الفيديو. بعتذر على صوت الالحان اللي طالعه في بعض مقاطع من الفيديو. عندنا موهبه. اتمنى ما كنش طولت الفيديو عليكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. باي باي.